بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة علاء حمام جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. النادي الاهلي اصدر بيان بشأن المدير الفني الجديد. هنقول البيان وبعد كده معانا كم خبر قنبلة قنبلة. البيان بيقول: اطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسؤولية فريق الكرة خلال الفترة المقبلة. قناة علاء حمام جول كيبر، عشان في عيال حرامية بيسرقوا اللايفات الحرامية. واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين الذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة، كما ناقش تقييم اللجنة للمدربين من كافة الجوانب، وكذلك رؤية المدير الرياضي، وكذلك رؤية مدير الكورة وليد صلاح الدين. وأصر رئيس نادي الأهلي على أن تكون المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد تتوافق مع رؤية مسؤول النادي الأهلي سواء مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط. تمام. الصحافة الأوروبية كشفت وقالت كلام خطير جدا جدا. قالت إن الدنماركي جيس سورب هيتجه للقاهرة يوم 11 أكتوبر الجاي. الدنماركي جيس سورب هيتجه للقاهرة يوم 11 من أكتوبر الجاري ليتولى تدريب النادي الأهلي. المدرب ده عنده 55 سنة، درب ميتلاند الدنماركي، درب كوبنهاجن، درب جينك البلجيكي، خد كاس في بلجيكا مع جينك، خد دوري في الدنمارك، وسبق ليه تدريب كمان منتخب الدنمارك. ثورب هيبقى معاه جهاز معاون، مدرب حراس مرمى، مدرب عام، اخصائي احمال. هيكمل معاه من الجهاز الفني الحالي الكابتن عادل مصطفى. طبعا الكابتن وليد صلاح الدين الراجل مكمل. كابتن عماد النحاس هو اللي هيرحل، الكابتن عماد النحاس هو اللي هيرحل. طبعا بنتمنى لجيس ثور بالتوفيق، وزي ما قلنا الصحافه الاوروبيه بتقول الراجل يوم 11 في القاهره. طبعا مشهد مهم جدا ومشهد رائع. طبعا موجود دلوقتي في اوروبا اسامه هلال مدير اداره التعاقدات علشان ينهي كافه الامور. محاولات للحاق امام عاشور بالسوبر المحلي. امام طبعا الراجل ربنا يعافيه بيخضع لتحاليل واشعه، وان شاء الله يقوم بالسلامه. طبعا السوبر المحلي في الامارات من يوم 7 ليوم 10 نوفمبر. اللقاء الاول هيجمع بين النادي الاهلي وسيراميكا، واللقاء الثاني بين الزمالك وبيراميدز. طبعا الفريقين اللي هيفوزوا هيلعبوا على النهائي. ان شاء الله نتمنى ان امام عاشور يتعافى ويلحق طبعا بطولة السوبر المحلي. عندنا بقى يا جماعة النادي الاهلي كان واضح وصريح في ملف ديانج، وبالفعل وكيل ديانج هيحضر للقاهرة الاسبوع المقبل وهيسلم عرض رسمي للنادي الاهلي لرحيل اللاعب للدوري السعودي. واحنا كشفنا وقلنا طلبات الاهلي 4 مليون دولار لرحيل اللاعب. كده ديانج اشرف داري هيمشوا في يناير، وطبعا معاهم عمر كمال عبد الواحد ومعاهم قفشه. قناه علاء حمام جول كيبر عشان العيال الحراميه اللي بيسرقوا اللايفات. عندنا بقى يا جماعه النادي المصري كشف حاجه قنبله القنبله.
قال لك هو الاهلي حتى الان ما طلبش عمر الساعي في يناير، لكن يحق للاهلي عودة عمر الساعي للنادي الاهلي في يناير، بشرط ان الاهلي يرجع الفلوس اللي خدها من المصري البورسعيدي. عمر الساعي اعاره للنادي المصري، تمام. في العقد اللي بين الاهلي والمصري ان الاهلي لو استرد اللاعب في فتره الانتقالات الشتويه يرجع الفلوس اللي خدها من النادي المصري ويسترد اللاعب كمل اعارته لنهايه الموسم، كده مفيش فلوس، اللاعب تكون خلصت اعارته، يرجع النادي الاهلي بشكل طبيعي. طبعا عمر الساعي عامل اداء روعه الروعه مع النادي المصري. الحقيقه النادي الاهلي لسه ما خدش قرار باسترداد عمر الساعي، بس طبعا اللاعب عبر عن نفسه، نجح بصوره كبيره جدا جدا مع النادي المصري، واثبت ان وجهه نظر كولر كانت خاطئه، وانه احبط اللاعب لدرجه ان اللاعب ما كانش عارف يعبر عن نفسه خالص مع النادي الاهلي الموسم الماضي. موضوع زيزو والزمالك، وانا قلت لكم في اللايف اللي قبل ده ان الزمالك طلب يقدم مستندات جديده عشان يطول الموضوع وعشان يتاخر القرار، والزمالك مقلق وقلقان. ايه اللي حصل؟ مسؤول الزمالك هيروحوا يطلب اقوال جديده، وبيقولوا معاهم مستندات جديده في موضوع شكوتهم ضد زيزو. طبعا حضراتكم عارفين مسؤول الزمالك عايزين يوقفوا زيزو 6 شهور ويغرموه 20 مليون جنيه. لجنه شؤون اللاعبين في انتظار وصول مسؤول الزمالك خلال الاسبوع المقبل عشان تشوف المستندات اللي معاهم وتسمع كلامهم. انا بقول لكم من دلوقتي اهو مفيش مستندات، هيبقى كلام بس. في الاخر شؤون اللاعبين هتزهق وتصدر قرار في النهايه. وطبعا زيزو بيطالب الزمالك ب 83 مليون جنيه مستحقاته المتاخره. النادي الاهلي عنده لقاء ايجن نوار البوروندي، واللقاء هيقام يوم 18 في بوروندي. في مشكله بتواجه النادي الاهلي ببوروندي، مفيش فندق كبير ياخد بعثه النادي الاهلي، ياخد اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي، مفيش. فالكابتن سمير عدلي هيسافر بوروندي يحاول يشوف فندقين جنب بعض، ومجموعه لعيبه تنزل هنا ومجموعه لعيبه تنزل هنا، ومدير الكوره يبقى مع مجموعه ورئيس البعثه يبقى مع مجموعه. فالكابتن سمير عدلي هيسافر يحاول يحل المشكله دي. هنرجع تاني لاخبار النادي الاهلي ان معانا كام خبر قنبله. بس الزمالك عنده لقاء ديكاداها بطل اثيوبيا، او اسف بطل الصومال. الكاف قال لك ديكاداها هيواجه الزمالك في القاهره في المباراتين، الذهاب يوم 18 والاياب يوم 24. وطبعا الزمالك هيقابل ديكاداها في دور 32 من البطوله الكونفدراليه. صلاح مصدق مدافع الزمالك لا بياخد فلوس ولا بيلعب، فاتكلم مع مسؤول الزمالك ان هم يكلموا الراجل فيريرا يدخلوا الماتشات يعتمد عليه، لما خلاص يرحل في يناير. ما الراجل لا بياخد فلوس ولا بيلعب، فقعدته بصراحه صعبه، قعدته ملهاش لازمه. فالراجل لا اما كده لا اما يرحل. موضوع اللي احنا فجرناه واللي عمل القنبله موضوع بنطيق. اللي بنطيق مدي مهله للزمالك 10 ايام، بعد كده يرفع قضيه لفسخ تعاقده، ولا نستبعد انه يرتدي القميص الاحمر. بس انا بقول لكم بعد يناير. الموضوع ده احنا بعد ما اتكلمنا فيه عمل حاله ارتباك ورعب في الزمالك، بيحاولوا يوفروا له فلوسه. هو ليه 200,000 دولار غير فلوس سانت تيان. طبعا مشهد صعب. ميلود حمدي مدير الفني النادي الاسماعيلي بيقول لك هلعب عدد من المباريات الوديه عشان اجهز اللعيبه
للقاء الحرس. اسماعيلي عنده لقاء الحرس على ملعبه وبيسعى بكل قوة للفوز، بقاله فترة بيتهزم. قناة علاء حمام جول كيبر عشان العيال الحرامية اللي بيسرقوا اللايفات. عندنا بقى يا جماعة ياسر إبراهيم جات له كدمة بسيطة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب. طبيب النادي الأهلي اطمن عليه، ياسر طمنه إن الموضوع بسيط وإنه جاهز جاهز للمشاركة في لقاء المنتخب الوطني أمام جيبوتي. بعد ساعات طبعا لقاء المنتخب الوطني أمام جيبوتي إن شاء الله مصر تفوز. أي نتيجة فوز على طول تصفرنا وتودينا مونديال أمريكا 2026. منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر، الشورت الأبيض، الشراب الأبيض. منتخب جيبوتي يرتدي اللون الأزرق والشراب الأسود. منتخب مصر خاض التدريب الرئيسي على ملعب المباراة، ملعب العربي الزوالي بالمغرب، والدنيا زي الفل والدنيا تمام التمام. وركز حسام حسن على استغلال الضربات الثابتة والضغط على المنافس. حسام طبعا عايز يهز شباك جيبوتي بدري بهدف و2 عشان يطمن وعشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل سكور والدنيا تبقى ماشية تمام التمام مع المنتخب الوطني. عندنا بقى يا جماعة اللعيب اللي انا اتكلمت فيه، كارلوس ستراندبرج، اللعيب الغاني واللي زي ما قلت لحضراتكم معاه جنسية سويدية، واللي وكيله اسمه دانيال، واتكلم على ان الاهلي كلمه والاهلي عنده رغبة في ضم اللاعب ده، وده مهاجم صريح. في يناير اللاعب بيلعب في نادي هاتايا سبور التركي، وكيله من ساعات قليلة فقط قال لك ان الاهلي كلمه انه يتواصل مع نادي هاتايا سبور التركي، وان الاهلي عارض $1,500,000 لضم اللاعب. هتقول لي الرقم مش قليل، اللاعب عقده ينتهي مع نادي هاتايا سبور التركي نهاية الموسم الحالي. عشان كده الاهلي عرض المبلغ ده. بلغ وكيله وقال له وكيله اتكلم انت مع هاتايا سبور التركي وبلغني. اللاعب طبعا فروت قوي عافي، والنادي الاهلي بيسعى بقوه لتدعيم خط الهجوم. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، وهنتابع برضو ونشوف هاتايا سبور هيقول ايه والدنيا هتروح فين وتيجي منين. الاهلي وسط ما بيدور على تدعيم خط الهجوم، بيدور برضو على تدعيم مركز مهم جدا، مركز صانع الالعاب. ومعانا لاعب بلديات وسام ابو علي، يعني يقيد كلاعب محلي. ده راجل بيلعب في مركز 8 ومركز 10 وعنده قدرات فنية كبيرة، وعنده 25 سنة. وكيله هو اللي اتكلم، وكيله كشف حاجات كتير جدا. وكيله اسمه فيكتور هوجو، واللاعب ده بيلعب في أورجواي. فيكتور هوجو قالها واضحة وصريحة إن اللاعب بتاعه كان هينتقل للأهلي الانتقالات الأخيرة. حصل خلافات في الأمور المالية ما تمتش الصفقة. قال لك لكن هو يتمنى الانتقالات الجاية في يناير إن اللاعب ينتقل للأهلي. وأقول لكم قال إيه بالظبط، وأقول لكم اسم اللاعب. اسم اللاعب إحنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، أوجوستون منصور، وده زي ما قلنا يقيد محلي لأنه بلديات وسام أبو علي. فيكتور هوجو وكيل أوجوستون منصور قال لك إن هو لا يمانع في انتقال اللاعب للنادي الأهلي، فهو يعلم جيدا حجم جماهيرية وشعبية النادي الأهلي. بعد كده قال لك كما أن نادي جوراني الباراجواني من باراجواي، نادي جوراني لا يمانع هو الآخر في رحيل اللاعب
فترة الانتقالات المقبلة، وقال لك ان كان في مفاوضات بين الاهلي ونادي أرجواني الباراجواني في الصيف، لكن المفاوضات لم تكلل بنجاح. وقال لك اتمنى ان تكلل المفاوضات بنجاح فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل. والراجل قال لك ان نادي أرجواني بيقول لك ان اللاعب يملك قدرات كبيرة وانه لن يفرط فيه الا في حالة وصول عرض جيد يتناسب مع امكانيات ومستقبل اللاعب. وبعد كده الراجل اللي هو وكيل اوجوستو منصور فيكتور هيجو بيقول لك ان اللاعب دلوقتي مركز في المباريات وسايب له هو موضوع التفاوض وسايب له موضوع الدروس العروض اللي عنده. زي ما قلنا اللاعب ده جيد مهاري وهيفرق مع النادي الاهلي لو تم التعاقد معاه، هيفرق جامد فترة الانتقالات المقبلة. هنتابع ونشوف. والنادي الاهلي عايز تدعيمات في مركز صانع الالعاب. المريخ السوداني هيشارك في الدوري الليبي. حضراتكم عارفين طبعا الدوري السوداني ما بيتلعبش، فبعتوا للكاف قالوا له احنا هنشارك في الدوري الليبي فوافق لهم. فالمريخ السوداني هيشارك في الدوري الليبي. محمود البنا الحكم هيدير لقاء في البطولة الكونفدرالية. اللقاء ده بين فرقتين عرب، فرقة من المغرب وفرقة من تونس. أولمبيك أسفين ده من المغرب، ونادي الملعب التونسي من تونس، وده دول 32 من البطولة الكونفدرالية. محمود البنا هيكون معاه مساعد أول أحمد حسام طه، مساعد تاني سمير رجب، مساعد تالت أو حكم رابع أحمد الغندور. مفيش تقنية فار. قناة علاء حمام جول كيبر عشان العيال الحرامية. عندنا بقى يا جماعة الفيفا اتهمت ماليزيا بالتزوير، ودي مفاجأة جامدة جدا. ماليزيا جنست شوية لعيبة وقالت لك دول أصلا من أصول ماليزية، والعيال لعيبة جامدة قوي، لعيبة جامدة قوي، وحققوا نتائج جامدة جدا. ففي دول في آسيا اشتكت ماليزيا وقالت اللعيبة دي أصلا مش من أصول ماليزية وإنه تجنيسهم باطل. الفيفا حقق ورا اللعيبة دي لأن اللعيبة دي أصلا لا أصولها ماليزية ولا ليهم علاقة بماليزيا. اللعيبة دي تم تجنيسها ولعبوا مع ماليزيا وعملوا شغل جامد قوي لأنهم لعيبة جامدة. فالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اتهم ماليزيا بالتسوير في وثائق الجنسية، وقال لك في 7 لعيبة مضروبين، لا جدودهم ماليزيين ولا جدودهم ماليزيين ولا لهم علاقة بماليزيا خالص. وطبعا قال لك الفيفا قال لك ده شكل من اشكال الغش، وهياخد قرار بمنع، لسه القرار ده ما اتاخدش، هياخد قرار بمنع مشاركة ماليزيا في اي تصفيات طبعا خلال فترة. تصفيات كاس اسيا، تصفيات اسيا، تصفيات كاس العالم، ممكن ياخدهم مثلا ايقاف عدم المشاركة في تصفيات كاس العالم دورتين 8 سنين، وارد، لان القضية كبيرة. ماليزيا بتقول لك لا ده العيال دول اصلا جدودهم ماليزيين بس كانوا عايشين بره ماليزيا، اللي كان عايش في اوروبا واللي كان عايش في امريكا اللاتينية. فطبعا الكلام ده مش داخل دماغ الاتحاد الدولي خالص نهائي، مش داخل دماغ الاتحاد الدولي نهائي. تقولي لو الاهلي خلص صفقة اوجوستو المنصور وضموا فترة الانتقالات المقبلة ودعم مركز صانع الالعاب، هيلغي صفقة نادر فرج؟ بقول لك لا، بقول لحضراتكم لا. نادر فرج في قناعة تامة من قبل لجنة التخطيط بنادر فرج، وزي ما قلت لحضراتكم نادر فرج كان على بعد ربع خطوة من الانتقال للأهلي مقابل 50 مليون جنيه. بس جه قيد الإسماعيلي اتوقف، بس قيد الإسماعيلي هيتفتح في يناير، في مشاريع كويسة هتتعمل في النادي، ونادر فرج الأهلي هيخلص فيه في يناير. طبعا لو جاب اوجوستو منصور وجاب نادر فرج
يبقى كده النادي الاهلي دعم مركز صانع الالعاب بشغل روعه الروعه. ولو خلص المهاجم الغاني اللي معاه جنسيه سويديه ده يبقى تمام التمام. ولسه الصفقات هتتوالى. خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب بلجنه التخطيط، بعيدا عن الملف المدرب الدنماركي اللي عايزين بقى نبدا نحفظ اسمه جيث ثورب، برضه ناقش موضوع الصفقات، خاصه اللعيبه المحليه وبعض اللعيبه الاجانب اللي اداره التعاقدات مركزه معاهم. اللعيبه المحليه اتكلمنا فيهم اسامه فيصل، محمود الجزار ثنائي البنك، والظهير الايسر طبعا يحيى زكريا، وناس تانية برضو الاهلي مركز معاها بس لسه ما جاتلناش معلومات كامله عنه. قناه علاء حمام جول كيبر، عشان العيال اللي بيسرقوا اللايفات شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.